انميات اسطوريه لكن محدش بيتكلم عنها، او الانمي اللي هو سمر تايم ريندرينج. الانمي ده اللي فيه الشخصيه اللي على اليمين دي اللي انا نسيت اسمها ايه، كان رايح يا باشا الراجل في منتهى الاحترام يحضر عزا صديقة طفولته، وفي خلال العزا بتحصل مجموعه من الاحداث الغريبه اللي بتثير شكوكه ان هي ما ماتتش لكن اتقتلت. ساعتها وفي نهايه اليوم بيحصل مجموعه من الاكشن كان مش عايز اقول لك عليه، والراجل ده بيموت. هتقولي ايه هو فيه ولا انه بيخلص منه الحلقه ولا ايه؟ لا يا سيدي، عارف انت فيلم الف مبروك بتاع احمد حلمي، او فيلم ايج اوف تومورو بتاع توم كروز، الراجل ده بيبدا يعيد اليوم. وهنا بيبقى فيه تفسير ليه هو ليه بيعيد اليوم ده، وبيبقى فيه مجموعه من القوى الخارقه ومجموعه من الوحوش وحاجات كده كتير كده، والموضوع بيكبر مننا. لكن انمي على عكس ما انت ممكن تتخيل من الكلام اللي انا بقوله ده يا باشا، الانمي مرتب ومنظم والموضوع حلو قوي. في حاجه مميزه تانية، ان الانمي 25 حلقه والقصه بتنتهي فيهم، ملهوش اي مواسم تانية، وحته تحفه فنيه كده 25 حلقه تتفرج عليها. والانمي فيه رومانسيه وفيه اكشن وفيه غموض وفيه تحقيق، وشخصيه البطل بتاعنا شخصيه ذكيه وبيقدر يتعامل مع الحاجات الخارقه اللي حواليه دي بذكائه، وان هو بني ادم في مواجهه القوى الخارقه. طيب يا عم، تاني حاجه معانا اللي هي فايرال هيت. ده يا باشا واد غلبان بريء، كان بيتعرض للتنمر زي اي شاب في مقتبل العمر في المدرسه، وكانوا بيقعدوا يضربوا فيه ويفشخوه ويعلموا عليه والكلام ده كله. وبيقرر بقى ان هو يتعلم ازاي يقاتل ويتدافع عن نفسه ضد التنمر. بس الفاجر بقى ما بيتعلمش كده وبس، بيبدأ يعمل قناة يوتيوب ازاي تقدر تدافع عن نفسك. والولد الصغير ده اللي هو حرفيا قصير في الانمي يعني، بيبدأ يحارب بقى الولد اللي اول واحد بيقاتله، مثلا الولد اللي كان بيتنمر عليه في المدرسة. بعد كده بيبدأ يقاتل واحد محارب سومو وواحد تايكوندو، ويبقى الموضوع فيه ضحك ورومانسية، وبيتعرف على بنت كده وبتاع، وقصة ممكن تحس انها مكررة شوية. بس الانمي ده مليان ضحك اول حاجة. تاني حاجة في قتالات تستحق المشاهدة بصراحة، فانت شوفه ايه على ضمانتي انا. بعد كده دانجون مش الانمي ده معناه الاكل اللذيذ في الدنجون. بس الانمي ده هو في كلمة واحدة ممكن تقال عليه ان هو انمي مجنون، او فكرته مجنونة شوية. الناس دول يا باشا كانوا في منتهى البساطة، كانوا في أحد رحلاتهم في الدنجن، وأخت البطل اللي هو الراجل اللي على الشمال خالص أبو شعر أصفر ده، يعني اتحبست أو تاهت منهم في الدنجن. ماشي يا سيدي، حلو. الناس دي عايزين يروحوا ينقذوها، بس هم ما كانش معاهم فلوس يجيبوا أكل. فواحد منهم قال يا جماعة، بلا أكل بلا بتاع، إحنا نقتل الوحوش كده وكده، هنقتلها ونقطعها وناكلها. فقالوا له يا عم نقتل الوحوش ايه وناكلها؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ فبيقابلهم بقى الراجل القزم اللي معاهم ده. القزم ده بقاله سنين بياكل وحوش في الدنجن، هو عنده خبرة رهيبة في انه يطبخه، يعمل مشوي، يعمل مقلي، يعمل محمر، يعمل اي حاجة انت ممكن تتخيلها. تنين بقى، بازيلسك، مش عارف ايه، دب، وحش، بص اي وحش جوه هيخلوا لك اكلة تاكل صوابعك وراها. فبيبداوا رحلتهم اللي حرفيا مليئه بالجنون بكل ما تحمله الكلمه والمعنى، في ان هم ازاي هيصطادوا الوحوش دي، وازاي هياكلوها، وازاي هيلاقوا اخته بقى اللي هم اصلا الحاجه الاساسيه اللي هم رايحين لها، وازاي بيكتشفوا الاسرار الغريبه اللي في الدنجن، وبيحكي لك بقى ازاي هيطبخوا كمان الوحوش دي. فالموضوع بيبدا يبقى غريب جدا وويرد جدا، بس بيستحق المشاهده بصراحه. يعني انت ممكن تحس كده اللي هو ايه يا عم القرف اللي انت بتقوله ده، بس الانمي يستحق ان انت تتفرج عليه، وفي مغامرات وفي قتال وفي غموض وفي اسرار عن الدنجن. فلو مهتم بالحاجات دي بقى اعمل لايك وسبسكرايب عشان اقول لك ايه اقتراحات تانية. يلا سلام.